السلام عليكم. معكم عبد الله الصخراوي، احد مدربي اتحاد طنجة لكرة اليد. ويمكن يتساءل البعض يقول احد مدربي، علاش احد مدربي؟ حيت هذا العام عندنا واحد اللجنه تقنيه كتكون سميتو 3 المدربين، ومعنا بعض الاخوان المكتب حتى هما معنا في اللجنه التقنيه. وحنا عاملين جادين باش نوصلوا للهدف اللي خططنا هذا السنه 2023 2024 الموسم الرياضي، باش ان شاء الله تكون نتائج ايجابيه ونلعبوا مقابله السد ونطلعوا ان شاء الله باذن الله الى القسم الوطني الاول. وفحال اللي كتعرفوا اتحاد طنجة لكرة اليد هذا العام فهي في اطار الهيكله الشامله فيما يخص الان. عندنا يعني تأسيس فريق البنات اللي تا هما غيلعبوا في القسم الوطني الثاني، وعند الانتهاء من هذا التخطيط هذا سنمر الى الفئات الصغرى فيما يخص الكتاكيت والبراعم والصغار والفتيان. هذا هو المخطط ديالنا هذا الموسم هذا ان شاء الله بحول الله. مع انتهاء الموسم الرياضي 2023 2024 نتمنوا باش نكونوا وصلنا لهذه الهيكله الشامله اللي هي غادي تكون السند والاساس ديال سميتو ديال فريق كرة اليد اتحاد طنجة. واذا لاحظتوا احنا دابا في خدم تدريب، حصه تدريبيه اللي كيسيرها الاخ عادل العشري، وفحال اللي كتلاحظوا اللاعبين كلهم طموح ومعنويه واندفاع وتركيز من اجل يعني الرفع من مستواهم البدني والتقني والتكتيكي. نتمنى اتحاد طنجة تحت رعاية السي محمد سعيد بوحاجة السمو إلى أعلى المستويات بإذن الله. فيما يخص الجماهير، الأسبوع اللي لعبنا كأس العرش فبصراحة تفاجأت بوجود داخل القاعة في القصر الكبير بواحد الخلية اللي كتنتمي من الجمهور العريض ديال اتحاد طنجة المتنوع النشاطات، كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة، الفتيات، كرة القدم إلى آخره. تفاجأت بوجود واحد العينة، ربما كانوا واحد مجموعة بكثرة وفاجئونا بدخولهم إلى قاعة القصر الكبير أثناء يعني قيام الفريق بعملية التسخين، وشجعونا طيلة المباراة. ومن هذا المنبر كنغتنم الفرصة باش نشكر جزيل الشكر هذا الفصيل هذا اللي تكبد عناء السفر ولم يكن له هدف إلا وهو تشجيع الفريق وتدعيمه، وكنشكروه مرة أخرى.